اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض بلح الشام. هنعمله مقرمش وطري من جوه بطريقه ناجحه جدا. لو مشيتي على الوصفه والمقادير هيطلع معاكي ناجح جدا. هيطلع احلى من الجاهز بكتير قوي. يلا بينا نشوف هنحضره ازاي والمقادير ايه. اول حاجه بحضر الشربات. معايا كوبايه ونص سكر، انا عملت بمقدار الكوبايه الكبيره دي، وبحط عليهم كوبايه ميه، وبقلبهم مع بعض كويس قبل ما برفعها على النار. يعني بقلبهم على البارد الاول علشان السكر يدوب في الميه شويه، علشان لما احطه على النار ما يتكتلش من تحت ولا يتحرق. اهو بقلبه. بعد ما قلبناه بنرفعه بقى على النار ونبدأ نقلب فيه واحدة واحدة برضو. نكمل ان السكر يدوب شوية في المية، وبعدين بقى بسيبهم يغلوا مع بعض. وفي وقت ما الشربات بيتحضر معايا ببدأ احضر بقى عجينة بلح الشام. ناس كتيرة جدا بتعملها ومش بتظبط معاها خالص، وبتضطر تجيب بودر من بره جاهز. انتي مش على الطريقة دي وهتطلع معاكي ناجحة ان شاء الله. بنجيب حلة على النار وبنحط فيها ربع كوباية زيت. يفضل طبعا ان هو يكون زيت كويس وما يبقاش ليه طعم ولا ريحة. وبحط عليهم كوباية مية، نفس مقدار اللي انا عملت بيه الشربات، هو بنفس الكوباية. وبسيب المية والزيت يغلوا شوية مع بعض. وفي الوقت ده بقى بحط على الشربات ليمونة. ده ليمون كنا عاملينه مع بعض من الفريزر، وبقلبه مع الليمونة وبسيبه يكمل باقي غليانه. وبرجع للمية، بتبقى غليت بالشكل ده كده المية والزيت. بحط عليهم ربع كيلو دقيق منخول او كوباية كبيرة اللي هي نفس الكوباية اللي انا بعاير بيها. وبعد ما بحط الدقيق بروح مقلبة بسرعة بسرعة لحد ما بيتكون معايا عجينة بالشكل ده كده. بفضل اقلب فيها بالمضرب كده او بالمعلقة وهي لسه على النار، علشان دي يستوي شوية. ما سيبهاش عشان ما تتحرقش. بقلب فيها باستمرار بالشكل ده كده لحد ما هلاقي العجينة بتلم معايا وبتبقى ناعمة. اهو زي ما احنا شايفين. بصوا بتلم معايا ازاي، وهلاقيها نعمت معايا خالص. اهو بالشكل ده كده برفعها من على النار وببص بقى على الشربات. كده الشربات تمام تقل معايا. اول ما بلاقي القوام بتاعه تقل برفعه من على النار، وبسيب بقى العجينة اللي احنا عملناها مع بعض تبرد تماما. بحطها في بولة واسيبها ترتاح وتبرد خالص. ونجيب بقى 4 بيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وبحط عليهم فانيليا، 2 باكيت فانيليا، وبضربهم مع الفانيليا كويس. وبعدين بقى بجيب العجينة بتاعتي واتأكد ان هي تكون بردت عشان ما اسويش البيض، واتأكد ان هي بردت تماما. وابتدي بقى اعجنها مع البيض واحدة واحدة كده زي ما احنا شايفين. هي في الاول هتغلبك شوية على بال ما العجينة تمتزج مع البيض كويس. طبعا افضل وراها بقى لحد ما البيض والعجينة يختلطوا كويس قوي مع بعض، وبلاقي العجينة بدأت تطرى معايا خالص زي ما هنشوف. بالشكل ده هتبقى طرية جدا وملزقة كده مش ناشفة. افضل اعجن البيض والخليط لحد ما يوصل للقوام ده. بصوا الخليط عامل ازاي، عامله زي المستيكه كده. بصوا طريه قوي وبتلزق. اكون بقى محضره كيس الحلواني اللي عندك بقى متاح، بلاستيك او ممكن استخدام اللي هو استخدام مره واحده، مع انه هيبقى ضعيف شويه بس يفضل ان هي يكون القماش. واكون حاطه في القمع بتاع بلح الشام، واكون مجهزه هنا زيت في طبق صغير، ده اللي هبل بيه ايدي وانا بقطع بلح الشام علشان ما يلزقش. وهنا بعد ما احط عجينه بلح الشام في القمع لازم افضي القمع من الهواء خالص، علشان لما احط بلح الشام في الزيت ما يطلعش مني فاضي من جوه او في فراغات. هنا اهو بحط بلح الشام. انا بعمل الحجم ده كبير، على ال4 صوابع كده، ده الحجم الكبير. اهم حاجه بقى ان الزيت احطه في الطاسه، ما شغلش النار، يعني اقطع بلح الشام
في الزيت وهو بارد قبل ما اشغل النار خالص. بقطعه بالشكل ده كده، وراعي ان انا مملاش الطاسه خالص لانه لسه بينفش في الزيت، ما بيبقاش بالحجم بتاعه. وبعد ما خلصت الكميه كلها اللي تكفي الطاسه، بروح بقى مولعه النار. بولع النار الاول عادي اللي هو نار متوسطه، عاليه سنه. اول ما يبتدي يغلي معايا بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين كده بالظبط، بهدي بقى النار عليه شويه. مش بهديها خالص، بهديها شويه عن ما انا كنت مولعاها. وبصوا عندي هنا بيبدأ ينفش وبيلف هو لوحده. انا مش بقلبه بمعلقه او بشوكه عشان كمان شكله ما يتغيرش. اهم خطوتين لنجاح بلح الشام، ودول اللي دايما الناس بتقع فيها وبيطلع معاكي مش ناجح، ان احنا نحطه في زيت بارد تماما، ما نولعش النار عليه، وان احنا ما نقلبوش وهو بيتقلب لوحده، والنار ما تكونش عاليه عليه علشان ما يحمرش بسرعه من بره ويبقى ني من جوه. بصوا ابتدى يصفر معايا، وبصوا بدأ لونه يبقى حلو قوي. بصوا انا بقلبه بالطاسه كده، مش بقلبه بمعلقه ولا شوكه اهو. بصوا لونه بقى جميل ازاي. بطلعه بقى وهو سخن كده، وبحطه وهو سخن على الشربات، والشربات يبقى بارد معايا. ما ينفعش اطلعه على شربات سخن علشان ما يتعجنش، لازم الشربات يبقى بارد تماما، وبلح الشام يبقى سخن عشان يشرب الشربات اهو. بطلعه من الزيت على الشربات. وبعدين بقى لما احط المره التانية لازم الزيت يبقى بارد خالص. باخد طاسه الزيت زي ما هي كده، بحطها، اكون مجهزه معايا صينيه فيها ميه ساقعه، واحط فيها طاسه الزيت لحد ما الزيت يبرد خالص، وارجع بقى اعمل بلح الشام فيها في الزيت تاني. لازم الزيت يبقى بارد خالص، ما ينفعش يبقى دافي حتى، علشان برضو ما يتحرقش بسرعه من بره. ودي خطوه مهمه جدا. بلح الشام الحلويات اللي ناس كتيره جدا بتجربها ومش بتظبط معاها، يا اما بيتعجن يا اما بيتحرق ويبقى من جوه مش مستوي. فانتي لو مشيتي على الوصفه دي بالخطوات دي هتنجح معاكي جدا، وهيبقى احلى من الجاهز بكتير قوي. ان الزيت يبقى بارد تماما، وان انا معليش النار عليه قوي، يبقى نار متوسطه. لو مشيتي على الخطوتين دول هيطلع معاكي بلح شام مقرمش من بره وطري وجميل جدا من جوه. بجد احلى من الجاهز مليون مره. وهنا بقى عملت كميه تانية، بس دي بقى عملتها حجم اصغر شويه، دي حجم صباعين. التانية اللي احنا عملناها كانت كبيره حجم 4 صوابع، دي بقى عملتها حجم صباعين. لو انتي حابه تعملي صغير او كبير زي ما تحبي. بصوا مقرمش ازاي ولونه جميل جدا، وما طريش مني ولا اي حاجه. مش عايزه اقول لكم لونه وطعمه عاملين ازاي. اهو بطلع الكميه كلها وبحطها بقى في الشربات البارد، وبقلبها كويس قوي، وبعدين بطلعها. وهنا بعد ما طلعناهم اهو، ده عملنا بلح الشام الكبير اللي هو ب4 صوابع، وبلح الشام الصغير بصباعين. مش عايزه اقول لكم طعمه عامل ازاي، وريحته كمان تجنن. مقرمش وناشف كده وحلو قوي. ممكن ترش عليه جوز هند من فوق، او ممكن تفتحيه وتحشيه كريم شانتيه لو حابه، او ممكن تاكليه ساده، طبعا بيبقى احلى واحلى. لو جربتيه بالوصفه دي وبالمقادير دي وبالحاجات اللي انا قلتها لك تمشي عليها، تاكدي ان انتي هتاخدي نتيجه ممتازه. واتمنى تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك واشتركوا في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.